السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك ورد يا رجالة، أخباركم إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. فيديو جديد على قناة أخوكم أحمد مصر. النهاردة يا شباب هنتكلموا عن موضوع مهم جدا بيزاول أو بيضايق ناس كتير، والناس عايز تعرف إيه الأسباب بتاعت الموضوع ده. هو مش سبب واحد، هو عدة أسباب. فأنا هقول لكم عشان أنت ممكن تتلاشى الحاجات اللي ممكن تحصل معاك، يكون العيب أساسا مش في الذكر، وفي حاجات تانية، عوامل تانية هي اللي بتخلي الذكر ما بيخصبش الحصى. تمام يا شباب؟ تمام. قبل ما نبدأ الموضوع، لو عجبك الفيديو دوس على اللايك. لو أول مرة بتشوفنا يا ريت تنزل تعمل اشتراك في القناة. بصوا يا رجالة، صلوا على النبي وقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو. بصوا يا شباب، الحمام لازم بتكون انت متابعه، بالذات الحمام اللي هو الأصوص اللي انت بتفرخها، لازم تبقى متابعة يومية. بتشوف حاجات بتعرفك في حاجات بتتعمل صح وحاجات بتتعمل غلط من الحمام نفسه. فانت لازم تتدخل في بعض الحاجات، زي الموضوع اللي بنتكلموا فيه دلوقتي اللي هو ترويق الذكر للحصى. طيب ايه الاسباب؟ انا هقول لكم اسباب كتير تخلي الذكر يروق الحصى. اول سبب بيكون الذكر لسه طالع من فترة القلش. تمام. لو الذكر لسه مخلص قلش، كان قالش ولسه مخلص قلش، وارد ان هو يروق. تمام. تمام. تاني سبب، الذكر ممكن يكون عنده ديدان، وده هيكون موضوع حلقتنا الجايه ان شاء الله، عشان انا عندي حاله هنا هعرض لكم عليها ان شاء الله. في الفيديو اللي جاي هعرض لكم الموضوع وهقول لكم ايه الحل بتاعه. اي حاجه بتحصل معايا يا شباب هحمل لكم عليها فيديو، برضه الكل يستفيد. تمام. خامس حاجه يا شباب، بصوا ساعات يعني مثلا دي طيره على فكره مش ذكر، سواء للطيره او للذكر، بيبقى هنا بالذات في حمام الزينه والحمام، بعض انواع الحمام بيبقى عنده هنا غيش هنا في المنطقه دي. الغيش ده كثيف، بيبقى تقيل ياما كتير، بيبقى في الذكر او في الطيره. فلما الذكر بيجي يكسر الطيره، لما بيجي يكسر الطيره، التخصيب او الحيوانات المنويه بتاعته بتيجي في الريش هنا. تمام. ده سبب برضو من الاسباب الذكر يروق. تمام. فانت بتعمل ايه؟ فانت بتشيل الريش اللي هنا، بتشيل الريش اللي هنا في الذكر وفي الطيره او في النتايه. تمام يا رجاله؟ تمام. طيب احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ عن حاجات ملهاش علاقة ان الذكر بيروق، بس عوامل تخليه يروق الحصى. طيب لو الذكر مفيش عندك العوامل دي كلها والذكر برضه بيروق الحصى، ده كده ايه؟ احنا اتكلمنا عن الحالات بس، ما اتكلمناش بقى عن المرض نفسه. لو الذكر دول مش عطال بس، انا ما بتكلمش على الحمام العطال، على فكرة حمام العطال ده شيء تاني خالص. ده ولا الذكر هيروق الذكر ولا هيعمر ولا الطيرة هتبيض. انا بكلمك عن الحمام اللي هو شغال عندك. تمام. كان شغال وبعد كده بقى يروق او كده. بخلاف بقى ده كله، بخلاف ده كله، انت بتستخدم علاج بشري اسمه سيرينيوم، بتديه للذكر. تمام. بتديه للذكر. بتجيب الحبايه بتكسرها 4/4 وبتديله كل يوم ربع. تمام. ده امتى بتديله كل يوم ربع؟ اثناء ما القص عندك بيحضروا عش، يعني قبل ما الطيره ما بتبيض. الطيره مثلا بيبقى فاضل لها 10 ايام او حاجه وهتبيض، هيحضروا عش. فانت بتديله ايه؟ الحبايه دي على 4 مرات. حبايه واحد صيدليه اسمها السيرينيوم. تمام يا شباب. الشريط تقريبا حوالي 25 جنيه تقريبا، الشريط فيه 10 حبات تقريبا ب 25 جنيه. تمام. بتديله الحبايه دي بتكسرها على 4 وبتديله كل يوم ربع. تمام. ده كده يا شباب موضوع ترويق الذكر للحصى. كده يا رجاله نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله الفيديو اللي جاي زي ما قلت لكم هنتكلموا في التعليقات. الطلب مني ان انا
اشرح لكم علاج الديدان. والديدان برضه زي ما احنا قلنا بيبقى سبب من ضمن الاسباب ان الذكر بيروق البيض. تمام يا شباب، عامل لكم موضوع عن الديدان وعلاجه، سواء بعلاج او باعشاب. تمام يا شباب، تمام يا رجاله. ده كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. متنسانيش في الاشتراك، اول مره بتشوفني يا ريت تنزل تعمل اشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.